السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله حبيت نحكي اليوم بعد البوليميك اللي صارت في مباراة الترجي التونسي ومولودي سان داونز والهدف الملغى والبطاقة الحمراء الغير معلنة. سيدي بعد نهارين اكتشفنا برشا خور اللي احنا في بالنا بيه من قبل، ان رئيس الكاف كان رئيس سان داونز، ورئيس سان داونز الحالي شكونه هو شقيق رئيس الكاف. معناها هذا تضارب مصالح واضح، معناها يعرفوها الكبير والصغير اللي السيد هذا عنده علاقات كبيرة في الكاف وعنده علاقات كبيرة بالتحكيم. وفما حاجة أخرى زاد، قال لك فما تليفون صار ما بين حكم الفار ورئيس الكاف، وهذا يلزم الترجي تحل تحقيق فيه. أنا السؤال اللي نحب نسأله، معناها إدارة الترجي مازالت لحد هذه اللحظة معناها في سبات، مازالوا راقدين على وذانهم. وقتاش باش يتحركوا؟ وقتاش باش يقدموا قضية للفيفا؟ سيدي قدم قضية للفيفا وأخسرها، ما تسالش. أنتم ديجا قاعدين تخسروا في برشا فلوس في ملاعبية بودور وحاشاكم. معناها فما ملاعبية جاية بالملايين بالمليارات وهي ما قدمت حتى إضافة للترجي التونسي. معناها أنتم كنتم خايفين باش تخسروا فلوس على المحامين، أنتم ديجا خاسرين فلوس. معناها أنت ما تخسر حتى شيء إنك تتقدم بشكوى رسمية للفيفا، والفيفا تحل بحث معناها في الموضوع هذا، خاطر تضارب مصالح واضح. وبوجود تقنية الفار معناها ويتحسب هدف رغم اللي هو ماهوش رجاء واضحة ووضوح الشمس في كبد السماء. والترجي التونسي مازالت في سبات عميق. معناها ما فهمتش شنو هي الحكاية بالضبط. ما إدارة الترجي نقولوا إدارة قوية، وكي نحكوا على الإدارة نقولوا فما إدارة في تونس إدارة الترجي، لكن للأسف الشديد إدارة الترجي ماهيش قوية، ماهيش حتى شيء، ما عندها حتى نفوذ، ما عندها حتى سلطة، ماهيش قادرة حتى تتقدم بشكوى. احنا كي نرجعوا ماتش الترجي التونسي والوداد البيضاوي، الوداد قدمت بشكوى للطاس وقدمت شكوى للفيفا، والترجي التونسي صحيح اخذ رمز البطولة، لكن قد يستنى في قرار الفيفا باش اعلنت رسميا ان الترجي التونسي بطل افريقيا. معناها تنجم الترجي تقدم بشكوى رسمية وتحبس كل شيء بلغة أوضح. معناها تنجم تعطلها البطولة هذه وتنجم تحبسها أصلا. معناها الترجي تنجم تطلب التسجيل الهاتفي اللي صار ما بين رئيس الكاف والحكم الفار، خاطر واضحة. معناها ما نجموش نحكوا اللي هي ما فماش سوء نية كي نشوفوا الورقة الحمراء الغير معلنة، وخاصة الهدف اللي هو ماهوش تسلل. معناها القاسي والداني والمحب والكاره للترجي التونسي متأكد ان الهدف هدف واضح، معناها ما يستحقش لا فار ولا يستحق حتى شيء. هي بالإعادة التلفزية العادية، ما غير لا يعمل الخط، ما غير لا يعمل تقنية الفيديو، ما غير لا يعمل الانتليجنس الذكاء متاع الفار، يعرف اللي هو ماهوش رجاء. معناها يا سبحان الله الترجي لحد هذه اللحظة مازالت ساكتة، ما نعرفش علاش، برغم الضعف الفادح، برغم الهفوات القاتلة، برغم اللي المدرب ما عنده حتى علاقة بالتدريب، برغم الأخطاء متاع الإدارة متاع الترجي في تغيير المدربين وفي انتدابات الملاعبين، برغم السمسرة الكبيرة الموجودة في إدارة الترجي وعلى رأسهم مانيش مش نذكر اسمه. لكن سبحان الله يلزم الإدارة تتحرك وتقدم قضية وخلي تخسرها. قدم قضية وأخسرها. أنا والله نحكي بكل حياد، نحكي على نادي تونسي كما تنظم النادي الرياضي الصفاقسي. وكوفيكو جا كيفاش عمل مع النادي الرياضي الصفاقسي في مباراة الأهلي، راهو شكون المراقب نتاع الحكم في مباراة الترجي وصن داونز؟ كوفيكو جا هو المراقب نتاع الحكم، هو أكثر حكم متلوث في إفريقيا، أكثر حكم متلوث، وهو المراقب نتاع المباراة، خلاف حكم الفار اللي هو لا علاقة له لا بالتحكيم لا داخل الملعب ولا خارجه في تقنية الفار. يعني معناها ما نعرفش علاش إدارة الترجي لحد هذه اللحظة ساكتة، لحد هذه اللحظة ما تحبش تتكلم وما تحبش تسمع وما تحبش تتحرك وما تحب حتى شيء. ما نعرفش علاش. السؤال هذا ينجموا يسألوه لرواحهم. يا سيدي تقدم قضية وأخسرها، قدم قضية واخسرها، خاطر هذه مظلمة تحكيمية كبيرة تعرض لها الترجي التونسي في تونس للعام الثاني على التوالي. ما نعرفش يا أخي الترجي تنجم
دافع على روحها ولا ما تنجمش تدافع على روحها. مباراة الإياب ضد الأهلي المصري معناها ركلة جزاء واضحة، الفار ما رجعهاش، مكوينة معناها ضربة جزاء واضحة للعيان، ما تزفرتش في نهائي رابطة الأبطال العام الفارط. المرة هذه كيف كيف يفكوا لك الترشح من قدام عينيك وانت تغزر، وفي الاخر لا تقدم قضية، لا تحتج، لا تهبط بلاغ رسمي، لا تعمل حتى شيء. هذه فيها برشا نقاط استفهام من إدارة الترجي التونسي للأسف.